حرام عليك. أنا بنت ناس، مش حق الحاجة هذه. جاي تمثلي دور الشريفة، يكون بعلمك لو كنتي ممثلة فأنا مخرج. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أذكر أول مرة شفتها، جات يوم هالة عندي للمحل وكان معاها ذاكرة التلفون، تشتي أنسخ لها مسلسل كوري. الصراحة أعجبتني، فكانت تجي لي أسبوع ورا أسبوع وأنا أنسخ لها الحلقات للتلفون. للأمانة كانت محترمة وما قدرت أجلسها، فرحت كلمت واحد صاحبي فجاب لي تطبيق خبيث، فقال لي حمل التطبيق لذاكرة التلفون ودي لها، وأينما فتحت النت بتلفونها بتوصل لك معلوماتها كامل. كيف فرحت هذيك اليوم، وفعلا جات وحملت لها الحلقات وحطيت لها التطبيق بالذاكرة، وراحت فتحت النت، دخلت لرسائلها وقريتهن ونزلت لي كل الصور الذي معها، وساعتها قررت اني اتواصل معها. هلا. ايوه، مين؟ انا صاحب محل الانترنت. خير، ايش تشتي؟ ومن فين جبت الرقم؟ من فين جبته؟ هذا سر المهنة، اما ايش اشتي هذا بسيط جدا ومش سر. اشبع بالرقم وبحضرك الان. وبعدين لو ما تردي بتندمي، انت مش عارفة ايش معايا عليش. ألو، ايش تشتي؟ ايش معك؟ قلت ليش اللي اشتي سهل، واللي معي صور ليش. ايش من صور؟ افتحي الحظر وبرسلها لك، بس لو تطنشي قسما بالله لارسل لاخوتي، خليها بدنش. كيف جبت الصور؟ هذا مش شغلك يا حلوة، والمطلوب منك ترسلي لي $500، ولا قد انت عارفة لمن برسل الصور. يا اخي اتق الله، انا ما ضريتكش بشيء عشان تضرني. هذه الكلمة ما حسيت بها الأمانة بوقتها، واستغليتها كم مرة وحولت لي، وفي يوم طلبت منها مبلغ كبير، قالت لي ما بقدر، فنفذت تهديدي وارسلت الصور لاخوانها. ما حسيت إلا بيوم من الأمن سكون، بعد ما قتلها أخوها وحققوا معه، وصلوا لي وجابوني لهنا معكم. أما أنا خليتها توصل للانتحار، لكنها ما ماتت. كنت أجلس أخترق الشبكات في الحارة، كنت أسحب الاشتراكات الشهرية علشان أنتر ببلاش، ومع الأيام تعلمت طريقة اختراق الأجهزة اللي متصلة بالشبكة. بيوم دخلت على جهاز شفت إنه حق بنت، فتحت شفت صورها وعرفت من هي، بنت جارنا بالحارة. للأمانة البنت حلوة، كان نفسي أتواصل معها عادي، يعني أتكلم معها يعني أتسلى، بس مع الأيام قررت إني أراسلها، فجت في بالي فكرة إني أراسلها على أساس إني بنت. هلا. مين؟ واحدة تحبك. طيب مين؟ خمني، مين أكثر واحدة تحبك؟ مين انت؟ قوليلي. وكيف كشفت لها أنك ولد؟ قلت لها واكتشفتها إنه أنا ساكن عندهم كمان في الحارة. البنت انصدمت. مالك؟ ليش مصدومة؟ ليش عملت كذا؟ وإيش تشتي؟ عشان نتصاحب وقد ارتحت لك، وانتي كمان أعتقد إنك ارتحتي لي. من فين جبت المعلومات والصور؟ علينا من هذا الخبر الآن، أشتي أشوفك ضروري ونجلس سوا. يا أخي لو سمحت امسح صوري ورقمي ولا تراسلني. مالك خايفة؟ بفعلك بكش حاجة، هي جلسة نتسلى. لو سمحت بحق الجورة، أهلي لو يدروا بيذبحوني. مين بيقول لهم؟
لو جيتي صدقيني ما حد بيدري بالموضوع، بس لو ما جيتي بعدها بكم يوم البنت من الخوف حاولت تنتحر لكنها ما ماتت، وفي التحقيقات معاها كشفت كل شيء. مسكوني واعترفت بكل اللي عملته. أما أنا وصلت لها بسهولة، ووصلت صورها كمان، وراسلت صاحبتها لأنه ما كانش عندها تلفون. كيف انت يا حلوة؟ وكيف صاحبتك؟ هيا أنا رحت عندها الآن. إشارة ترقيم وكذا، حركات، علشان كذا تعجبيني وتعجبني صاحبتك أكثر. هيا قل لي إيش تشتي مني ومن صاحبتي؟ أنا مش مهم، بس قولي لي هذه من هي فيكن؟ هذه صورتي. إيه من هذا؟ وش تشتي مني؟ معلش لحظة بنعرف الآن. اهدي. هو قال لي لما أكون عندك إنه بيدق علي يشتينا في موضوع، بس اهدي بعرف الآن من هو. ألو؟ كيف صور صاحبتك يا حلوة؟ ولا قلاش مكن التلفون صاحبتك اسمع رايح. خذي. انت ايش تشتي مني؟ كيف لقيت الصور؟ وليش انا؟ ولا اشتي حاجة، اشتي اشوفش على الطبيعة نص ساعة فقط. مستحيل. ليش مستحيل؟ انا ما اعرفش المستحيل صدقيني. انا قلت لك مستحيل. يعني لو رسلت الصور لهلش يكون مستحيل. لا ترسل لهم صور، لا ترسل لهم صور. لا يعني بتجي صح؟ بشوف كيف. ها وكيف جد؟ لا طبعا، بعد ما فرحت ان هي عتجي اني خافت وتحدد الموعد بلا امن مسكوني وتحقيق. وكيف لو ما؟ البنت راحت لمدرستها وكانت تحبها وحكت لها كل شيء، والاستاذة طمنتها وقالت لها لا تخاف، وفعلا بلغت الشرطة وراحت لها وحكت لهم القصة. شوف أنا درست أختك وهي محترمة وشاطرة، لا يمكن أنها تعمل شي غلط. عموما أنا بلغت الشرطة وهم بيعرفوا يجيبوا المبتز، وبنعرف وقتها كيف وصل للصور. خير إن شاء الله، شكرا لك. وش صار بعدين؟ اللي صار انهم كشفوا اللعبة وحبسوني. ما قلت لنا من فين جبت صورها؟ انا قلت لكم بسهولة، اصلا جبتها من صاحبتها، ان صاحبتها كانت صديقتي، طلبت منها ان تجيب لي صورها وصاحبتها ما قصرت. لكل مبتز طريقة واسلوب وخطة يتصيد بأمانة الناس، عشان كذا كوني حذرة ولا تخافي، وانت خليك قريب من بنتك وزوجتك واختك ولا تخليهم فريسة بيد الأنذال.